هاي بنات، ازيكم؟ انا سهام فؤاد. فيديو النهارده هيكون عن تمرينة رجل كاملة، بس هتكون في الجيم باوزان بقى وحاجات عالية كده، تقدروا تسيفوها او حتى تفتكروا الحاجات دي وتاخدوني معاكم الجيم وتتفرجوا عليها وتعملوا نفس اللي انا هعمله. التمرينة هتكون مركزة اكتر على عضلات الرجل الخلفية والجلوتس. اماميه هنشتغل اماميه بس حاجه بسيطه، فاتمنى الفيديو يعجبكم واتمنى تجربوا كل التمارين دي، وخلينا نشوف الفيديو. هنبتدي هنا باول تمرينه. انا بحب دايما ان انا ابتدي يوم الرجل بتاعي بالتمرين سكوات، عشان هو من التمرينات الصعبه، فبحس ان طاقتي في الاول لسه عاليه. كمان لابسه الاستك المقاومه حوالين رجلي عشان يزود كمان من المقاومه، يكون الموضوع بالنسبه لي اصعب. سكوات هنا نحاول على قد ما نقدر نشد عضلات البطن وننزل، مش بننزل بالركب، بنحاول ننزل شويه بعضلات الهبس، بحيث ان احنا اكننا بنقعد على كرسي بالظبط، وما نخليش الركب بتاعتنا تعدي مشط الرجل من قدام. تاني تمرينه معايا هي تمرينه السومو ديد ليفت. انا بحب الديد ليفت عامه لان هو من التمرينات المركبه زي ما قلت كتير قوي في الفيديوهات، اللي بتشغل عضلات الجسم كله، يعني تشغل رجلين، تشغل عضلات البطن، الظهر كله. الحاجه اللي انا ماسكاها في ايدي دي حاجه بلفها على البار نفسه عشان يساعدني ان انا ارفع، بالذات لو شايله اوزان عاليه اكتر. اهم حاجه هنا ان احنا ننزل بالظهر وهو مفرود، لازم ظهرك يكون مفرود. هي اسمها ديد ليفت، يعني الرفعه المميته. لو ظهرك كان متني فيها حاجه بسيطه هيأثر عليها، ممكن لا قدر الله يعمل اصابه. ننزل بالراحه ونطلع ونشد على قد ما نقدر، ويكون ظهرنا مفرود وشادين عضلات البطن كويس قوي. واهم حاجه نظبط النفس في الطلوع والنزول. التمرينه اللي بعد كده هي تمرينه الهيب ثرست. الهيب ثرست مفيش اي يوم رجل بتمرنه من غير ما اتمرن التمرينه دي، لانها من التمرينات القويه جدا اللي بتشغل عضلات الجلوتس مثلا بنسبه 80%. التكنيك الصح بتاعها ان الرجل تكون عامله زاويه 90 درجه، تمام، نص الظهر محطوط على البنش، الرقبه او الراس ما ينفعش تكون لورا، لا، اكون مطلعها قدام وباصه قدامي، ما ينفعش اكون راجعه لورا خالص. واحاول ان انا انزل واطلع على قد ما اقدر بالهبس، وسكويز قوي لعضلات الجلوتس عشان تشتغل معايا كويس. لو عايزه ازود من المقاومه بتاعه التمرين ده، ممكن البس الفتك مقاومه على رجلي، واحاول على قد ما اقدر ان انا افتح رجلي عشان يشغل عضلات الجلوتس اكتر معايا. التمرينه اللي بعد كده هي الليج اكستنشن. الليج اكستنشن بيشتغل ان هو يعمل عزل لعضلات الرجل الاماميه، يعني بيعمل لها ايزوليشن تماما. جهاز قوي جدا ان هو يشتغل على عضلات الرجل الاماميه. انا ممكن اشتغل الرجلين مع بعض، بس انا فضلت النهارده ان انا اشتغل كل رجل لوحدها. احاول اطلع اقف ثانيه او 2 وانزل بالراحه خالص، وما انزلش للاخر عشان يبقى في تنشن او في ضغط على العضله طول الفتره او طول ال 12 عده اللي انا بعملهم. هشتغل بعد كده تمرينة اللانجز او الطعن. احاول فيها اوسع رجلي على قد ما اقدر، بحاول انزل بالرجل اللي ورا الاول، تمام، علشان اشغل معايا عضلات الجلوتس كمان. كل ما كانت رجلي اوسع كل ما شغلت الجلوتس كويس اكتر من ان انا اشتغل ضيق. اخر حاجه خالص هتمرنها او اخر حاجه هشتغلها هي تمرينه السمانه. مش عارفه ليه دايما بنسى تمرينه السمانه، يمكن عشان بلعبها في الاخر بكون خلاص خلصت كل طاقتي،
المهم هي من التمرينات القوية والمهمة جدا. انا بحاول اطلع 2 واثبت شوية وبعدين انزل، اطلع 2 واثبت شوية وبعدين انزل. كل ما اشتغلتيها بالراحة كل ما شدت السمانة قد ما اقدر. يعني انا بعد التمرين حسيت حرفيا ان انا مش قادرة امشي حتى، بس حقيقي حلوة جدا. هاي بنات، هاي بنات، استنى اقول ايه؟ هاي بنات، هاي بنات، انا سهام فؤاد. اقول ايه؟ والله نفسي اوريكم كابتن نور بس للاسف مش هينفع. اوكي، هاي بنات، انا سهام فؤاد. لو اديتني بيها هاي بنات، ازيكم؟ انا سهام فؤاد. فيديو كابتن نور، كابتن نور. فيديو النهارده هيكون عن تمرينة رجل كاملة. بس يا بنات ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك تحت وسبسكرايب طبعا للقناة. اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو الجاي. باي باي.